في الفيديو ده هنتكلم عن الفرق بين الفيكسد بامب والفاريبل بامب، وازاي نفرق بين رموزهم او السيمبلز بتاعهم. لو جينا نتكلم عن الفيكسد بامب، هنعرف ان من الامثلة عن النوع ده هو الجير بامب واللوب بامب. مثلا لو جينا نشوف اللوب بامب، هنلاقيها بتتكون من ترس قائد وترس مقاد، بحيث الترس القائد بيكون متصل بالعمود المتصل بالمحرك، فلما المحرك يلف الترس القائد هيلف ومعاه الترس المقاد، وبالتالي اللوبز هتلف، وكل واحدة هتلف في عكس حركة دوران التانية، فبيبدأوا يسحبوا السائل من التانك لحد ما يطرد من الناحية التانية. ولأن النوع ده من المضخات ما بيكونش فيه خلوص أو مساحة للسائل يقدر فيها إنه يرجع تاني للتانك، فالنوع ده من المضخات بيديني نفس السعة اللترية مهما زاد الضغط، لذلك تسمى مضخات موجبة الإزاحة. وزي ما قلنا إن السعة اللترية للنوع ده ثابت وما نقدرش نغير فيه، لأن بيكون ليها سعة لترية محددة، ولو هغير السعة اللترية هكون مضطر إن أغير المضخة بالكامل. ولكن معدل التدفق بتاع النوع ده من المضخات بيكون ثابت وبيتغير بتغير عدد لفات المحرك الرئيسي، وده لأن قانون معدل التدفق بيساوي سرعة الفلو في المساحة، وسرعة الفلو بيعتمد على عدد لفات المحرك الرئيسي. تعالوا بقى نشوف رسمتها أو السيمبل بتاعها. طالما بتلف نرسمها على شكل دايرة، ولأنها بتضخ السائل نعمل السهم لبره، ولأنه سائل فالسهم يترسم مصمت، بيكون في سهم مفرغ زي كمبرسور الهواء عشان نقدر نفرق ما بين هل الآلة دي بتضخ هواء ولا سائل. أما النوع التاني هو الفاريبل بامب، ومن الأمثلة عن النوع ده البيستون بامب. في النوع ده بنقدر نتحكم في السعة اللترية للمضخة، فمثلا لو جينا نشوف مضخة البيستون بامب على سبيل المثال، هنلاقي إن في جزء فيها اسمه السواش بليت، وده بنقدر نغير الزاوية بتاعته، يعني كل ما نغير الزاوية كل ما هنغير في السعة اللترية اللي هتضخها للمضخة في اللفة الواحدة. وبالتالي في النوع ده هنقدر نغير في معدل تدفق السائل بطريقتين، عن طريق إننا نغير في عدد لفات المحرك الرئيسي، أو نغير في زاوية السواش بليت. ورسمتها بتكون عبارة عن دايرة برضو بسهم مصمت لبره، ولكن هنا هنرسم سهم واللي بيعبر عن الهاندل اللي بنغير بيها زاوية السويتش بليد، واللي عن طريقها بنغير في السعة اللترية بتاعة المضخة. ولكن الفاريبل بامب بتنقسم لنوعين: أحادية الاتجاه واللي لسه متكلمين عنها، بحيث بتسحب السائل في اتجاه وتطرده في اتجاه. النوع التاني هو ثنائي الاتجاه، والنوع ده أنا بقدر أغير فيه زاوية السويتش بليد لدرجة إن أنا أقدر أقلب السحب طرد والطرد سحب، وبالتالي في رسمتها هيكون في سهم تاني لتحت. في الدايرة اللي قدامنا بتوضح لنا الفرق بين الفيكسد بامب والفاريبل بامب. فمثلا لو اخترنا الفيكسد بامب، هنلاقي ان بيتم التأثير على معدل تدفق السائل بواسطة تغيير عدد لفات المحرك، فكلما زاد عدد لفات المحرك هيزيد معدل تدفق السائل، ولكن السعة اللترية المضخة هتفضل ثابتة. أما لو اخترنا الفاريبل بامب، هنلاقي إن بيتم التأثير على معدل تدفق السائل بواسطة تغيير زاوية السويتش بليد أو تغيير عدد لفات المحرك، ولكن هنا السعة اللترية هتتغير بتغير زاوية السويتش بليد.